التليفونات قدام حضراتكم، اللي عايز يخش يشارك يبارك لمستر هيكتور كوبر. ايه اللي مطلوب من هيكتور كوبر اللي منتخبنا الفترة اللي جاية؟ ايه يا ريت عشان نقول للناس جمهورنا عايز ايه. وانا عايز اقولها لكم من قبل ما حد ما يخش يقول لي احنا بندافع بس. احنا دي مطالبة شعبية ان احنا نطور ادائنا، وعشان كده انا عمال احكي. لكن زي ما قلت لكم قبل كده مرة، قلت ده رأيي انا الشخصي، ممكن يبقى صح ممكن غلط. الراجل بيلعب بامكانياتنا. في فرق انك تلعب بامكانياتك كمدرب او فكرك، وتلعب بامكانيات لعيبتك. افرض فكرك انت اعلى من اللعيبه، يبقى هينفذ ايه ان شاء الله باذن الله. لكن انت لما فكرك تعرف امكانيات لعيبتك وتلعب بيها، هو ده الفرق. هو ده الفرق. هو لعب كده ووصلنا كاس العالم كده، وصلنا نهائي افريقيا كده. الفتره اللي جايه جمهور المصري العظيم والاعلام المصري العظيم ايضا، ان احنا عايزين نقف جنب منتخبنا الفتره اللي جايه. في قصور، في قصور، مش هدفن راسي في الرمل. الشقيقه المملكه العربيه السعوديه حوالي 4-5 ماتشات لحد دلوقتي. النهارده دلوقتي الاختيارات على افضل منتخب في افريقيا. عايزين نشوف كام لعيب مصري هيبقى في منتخب افريقيا. كان زمان كابتننا الكبير ربنا يديله الصحه ويشفيه، كابتن هاني مصطفى، في بدايه السبعينيات كان الوحيد. كانش عندنا كرة على فكرة، كانش عندنا دوري، كان الوحيد اللي بيلعب في منتخب افريقيا كابتن هاني مصطفى. ولعب معاه حارس مرمى من اعظم حراس المرمى اللي جم مصر، كابتن حسن علي.